يعيش جلالة الملك المعظم! يعيش! يعيش جلالة الملك المعظم! يعيش! يعيش جلالة الملك المعظم! يعيش يعيش يعيش! ايوه جمهور يا درك درك قدام قدام. لا المرء الوحيد دخول المطار غير يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي فادي أبو عريس، صاحب شركة ثريا للسياحة والسفر الأردنية. احنا اليوم معتصمين قدام وزارة النقل بالحقيقة لأنه في عندنا مطلب شرعي لشركات السياحة الوافدة. احنا عبارة عن مجموعة شركات من السياحة الوافدة ومندوبين المطار اللي معاهم لنا أكثر من 30 سنة موجودين. عندنا تصاريح داخل المطار. بنحاول على دائما شغلنا الأساسي هو تسهيل مهام جميع القادمين لشركات السياحة من مجموعات سياحية وأفراد بداخل المطار. في عندنا مجموعة المطار الدولي فتحت المبنى الجديد. اتفاجأنا انه مندوبين شركات اللي هم لهم شغالين اكثر من 30 سنة داخل المطار ممنوع يدخل المبنى الجديد. وفي عندنا مجموعة طيارات عم تنزل المبنى القديم المبنى الجديد. المبنى الجديد اللي تم افتتاحه منع وحرم مندوبين المطار الموجودين في الشركات في استقبال مجموعاتهم، مما ادى الى كثير من المشاكل داخل المطار الجديد. كل يوم عم بيجينا عدد مجموعات سياحية وافراد، وبالوقت الحالي اللي احنا موجودين فيه على المطار الجديد وعم بيواجهوا مشاكل كبيرة. طبعا احنا عم نحكي على اكثر من 200 مندوب داخل المطار، عم نحكي عن اكثر من 1500 ل 2000 اردني يعتاشوا من وراء هذا العمل اللي احنا موفرينه داخل المطارات. اليوم الاعتصام زي ما انت شايف من جميع المكاتب السفر بالسياحة الأردنية. الهدف الرئيسي تبعنا انه احنا عم بنطالب مجموعة المطار وبنطالب وزارة النقل اللي هي وقعت مع مجموعة المطار بحرمان مندوبينا بالدخول إلى أرض المبنى الجديد. شو كان رد الوزارة بهذا الموضوع؟ احنا عملنا لنا أكثر من 10 أشهر تقريبا عم نعمل اجتماعات مع مختلف الجهات الأمنية، مع مجموعة المطار ومع وزارة السياحة ومع وزارة النقل. للأسف الشديد امبارح كان آخر اجتماع مع مجموعة المطار، والاجتماع أدى إلى كلمة واحدة إنه الوضع وضع أمني والوضع وضع ترتيب داخل المطار، وهذا الحكي غير صحيح. لأنه مندوبين المطار قبل ما يدخلوا أرض المطار بيتم مسحهم أمنيا من 3-4 جهات أمنية. وبالإضافة إلى أنه إحنا قاعدين ندخل المطار لنا أكثر من 30 سنة عم بنساهم وبنساعد بإجراءات المطار الداخلية. فاجتماع امبارح هو اللي أدى إلى اعتصام اليوم. نتيجة القرار تبع مجموعة المطار أنه وزارة النقل بمعالي وزير النقل تم الاتفاق مع مجموعة المطار الفرنسية بمنع مندوبين المطار للشركات الأردنية بالدخول المطار. طبعا في موضوع كثير مهم انه احنا بنعرف انه مجموعة المطار هلا عم بتحاول تاخذ نوع من الحصرية لشركة واحدة داخل المطار اللي هي تقوم باستقبال وتوديع المندوبين الضيوف تاعون الأردن. فبالتالي احنا اللي عم نطلبه طلب بسيط جدا وطلب شرعي ودستوري، انه نرجع للوضع اللي كنا فيه قبل افتتاح المطار، وهو دخول مندوبينا، تسهيل اجراءات الضيوف في الاردن. العمل اللي احنا بنقوم فيه، طبعا مندوبين مطاراتنا في عندهم لغات، فعندك اذا اجانا من السائح الروسي او الايطالي او الفرنسي الى اخره، هو المندوب بقوم بعمليه التسهيل، بقوم مساعده رجال الامن، مساعده رجال المخابرات، بقوم
مساعدة جميع الأجهزة الأمنية داخل المطار، تسهيل أعمالهم، أخذ الشناتي، عمل الفيزا جماعية. فبالتالي إحنا كل اللي عم نعمله قاعدين عم نطلب طلب شرعي وبسيط إنه يرجعوا لنا تصاريحنا على الوضع اللي كنا إحنا فيه. شكرا. بيني وبينك ضايل شعره بيني وبينك ضايل شعره بيني وبينك يا ابو حسين 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 احنا اولادك 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 يا ابو حسين. ايش؟ انا بعيد الملك المعظم يعيش ايش؟ جلالة الملك المعظم يعيش. ردوا على المقدس. جلالة الملك المعظم يعيش يعيش يعيش. ما بنروح على الدار إلا بتصريح المطار. 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 بنروح بالدم نفديك يا ابو حسين. بنروح بالدم نفديك يا ابو حسين. بنروح بالدم نفديك يا